يجي يساس ضيعة في وسط الميدان، الانطلاقة ما فيش وضعية تسلل، سويبع في فرصة تسجيل الهدف الأول. هنا 1-0، هنا 1-0 للشلفاوة. الشلفاوة في أول كرة لا يتسامحون، لا يضيعون الفرصة، يستثمرون وبالهدف الأول يتقدمون، والسعادة في المدرجات يرسمون. هو الهدف الأول لجمعية شلف أمام شبيبة الثورة. الهداف سويبع لا يتسامح مع سعيد زكريا، كرة ما فيهاش وضعية تسلل، الانطلاقة من سويبع بيمناه يحطها في شباك شبيبة الثورة، بيمناه يحطها في شباك سعيد زكريا الذي يتلقى أول هدف هذا الموسم في كأس الجزائر. قلنا أن مهمة سويبع اليوم التسجيل في شباك الثورة، وكذلك مهمة سعيد زكريا الحفاظ على نظافة الشباك في كأس الجزائر، ولكن الكلمة الأخيرة تعود للجمعية الشلفاوية. ماس لجمعية شلف لبوسعيد، كرة من هناك، التوزيع، التسديدة، والهدف الثاني، الهدف الثاني لفارق جمعية شلف. محمد سويبع ومن ياسين عليان يصل لثاني مرة، يزور لثاني مرة فارق جمعية شلف مرمى الحارس السعيد زكريا، يهز الشباك لثاني مرة من دون مقدمات، لا يطيل في التمهيد ولا يسهب في التوطئة، مباشرة إلى لب الحكاية من البداية. ياسين عليان في هدف ثاني لجمعية شلف كما جاءت من هناك من بوسعيد. ياسين عليان، طريق عليان، كرة في الانطلاق، من هناك التمريرة نحو محمد سويبع، هذه الصعبة وهذه خطيرة. هنا التمريرة، فتوحي من هناك، التسديدة، والثالث الأهداف، ثالث الأهداف. صارت الآن ثلاثية لجمعية شلف أمام شبيبة الثورة. الآن يقول حكم المباراة، تدخل كان من دباري عبد الحق، ركلة جزاء، يقول حكم المباراة. فرصة الأخيرة، يتقدم حمية، يحط الهدف الأول، يحط الهدف الأول محمد لامين حمية في الدقيقة 75. 3 مقابل 1. اتركنا نشاهد ربع ساعة يطلع فيه رتم المباراة بعد ما انخفض.